الميد ترم، عارفين احساس ان الميد ترم قرب وانت مش عارف تبدا منين؟ ما تقلقش، في الفيديو ده هقول لكم على حاجات بسيطه بس لو انتوا عملتوها هتراجعوا المواد كويس وتدخلوا الامتحان كمان وانتم مطمنين. اول حاجه لازم نكون عارفينها ان هنا الناس بتنقسم لثلاث اقسام. اول واحد اللي هو بيكون مراجع المواد قبل كده ومقفلها مراجعه وكل حاجه، تاني واحد اللي هو بيكون مراجع مواد ومواد ما اتفتحتش خالص، وتالت واحد اللي هو ما راجعش اي حاجه خالص. هنمسك اول واحد اللي هو راجع المواد كلها قبل كده وكان بيذاكر على طول المحاضرات اول باول. الدنيا هتكون سهله عليه ايام الامتحانات، كل اللي عليه اللي هو يمسك المواد يبدا ان هو يراجعها تاني مراجعه سريعه، ويحل اسئله خصوصا اسئله الدكاتره وكمان اسئله السنين اللي فاتت. ساعه الامتحانات الدكاتره بتعمل ريفيجن كده وكمان بتنزل فيها اسئله، يحل الاسئله دي ويحل اسئله السنين اللي فاتت، دي مهمه جدا. الجزء الثاني الناس اللي هي مثلا مظبطه مواد قبل كده وفي مواد لسه ما اتفتحتش، كل اللي عليك هتشوف انت عندك كام يوم قبل الميد ترم وهتبدا ان انت تقسمه على المواد اللي هي ما اتفتحتش قبل كده وابدا بيها، ما تبداش بالمواد اللي انت ذاكرتها قبل كده، هتبدا بالمواد اللي انت ما اتفتحتش خالص وتخصص لها يوم وتبدا ان انت تراجع فيها. مثلا انت عندك مثلا مادتين او ثلاثه يبقوا ليهم 3 ايام او مثلا يومين ضغط وتضغط نفسك فيهم، على حسب انت هتقدر تذاكر كميه قد ايه، بس ابدا بالمواد اللي انت ما فتحتش الاول عشان يسهل عليك بعد كده. ونيجي للجزء الثالث اللي هم ما فتحوش اي ماده خالص وخلاص ما فضلش مثلا حوالي اسبوع او كام يوم على الميتر ومحتاجين ان هم يلموا المواد. اول حاجه محتاجين ان انتوا تبداوا بيها المواد اللي انتوا هتمتحنوها في الاول. يعني مثلا انتوا عندكم اسبوع كامل 7 ايام، هتشوفوا المواد اللي في الاول ابداوا بيها. طب ليه؟ هقول لكم بعدين بعد شويه السبب ليه. لو انتوا مثلا عندكم 7 ايام او اسبوع قبل الميد ترم هتعملوا ايه؟ هتمسكوا تعملوا جدول كده. انا عارفه ان الجدول احنا ما بننتظمش عليه قوي، بس خلاص احنا في وقت حرج فالمفروض ان احنا نضغط نفسنا شويه. هتيجي تعمل جدول بسيط وتكتب كل المواد اللي عندك وكل الشباتر اللي انت المفروض تذاكرها وتبدا تقسمها على الايام، او مثلا تخصص لكل يوم ماده. انا دي طريقه كانت بتريحني جدا، ان انا كل يوم امسك ماده معينه من اول ما خدتها لحد الاخر وابدا ان انا اخلصها واحل عليها. ما كنتش بحب ان انا مثلا ابدا ان انا اقسم الماده على كام يوم مع مواد تانية، لا اخلص الماده في يوم وادخل تاني يوم على الماده اللي بعدها. طب تمام، ابدا بالطريقه اللي انت تريحك سواء الطريقه الاولى او الطريقه التانية. وارد جدا وانت بتذاكر ما تمشيش على الجدول اللي انت عملته او ان انت تخلص كل المواد اللي عليك، الظرف حصل او حاجه، وارد جدا وطبيعي ان انت ما تخلصش كل اللي عليك. طب هتعمل ايه؟ عشان كده انا بقول لك ابدا بالمواد اللي انت هتمتحن فيها الاول. لو مثلا في ماده او مادتين انت ما خلصتهمش تبقى تراجعهم وتقسمهم معاك ساعه امتحانات الميد ترم، هيبقى ضغط عليك شويه بس عشان تنجز فيهم. طب هذاكر ازاي وانا اصلا لسه ما فتحتش المواد ايام المحاضرات ولا اي حاجه؟ هتبدا تجيب ريكوردز وتبدا ان انت تسمعها او تجيب المذكرات. في ناس بتكون منزله ايام الامتحانات مذكرات تبدا وبتكون ملخصه الدنيا او الماتيريال بتاع الدكاتره اللي هم عاملين تلخيص للمحاضره، تبدا ان انت تذاكر منه بحيث ان انت تنجز نفسك. طب انا مثلا ما فيش وقت ان انا اسمع المحاضرات دي كلها خلاص، او ان انا اذاكر من الماتيريال بتاع الدكتور، بيكون في مذكرات زي ما قلت ابدا ان انت تذاكر منها واعتمد عليها، بس كاسئله اعتمد على اسئله الدكتور، ما تعتمدش على اسئله اللي بره لان ما بيكونوا صعبين قوي في الافكار، بيقولوا حاجات زياده شويه، فانت عشان ما تلخبطش نفسك خليك في اسئله الدكتور احسن. نيجي بقى ساعه امتحانات الميد ترم، خلاص مثلا عليا امتحان بكره او امتحان بعد بكره، ابدا ان انا امسك الماده اللي انا ذاكرتها قبل كده، مش هعيد بقى عليها تاني بالتفصيل، لا هعمل زي مراجعه سريعه بس افكر نفسي وابدا ان انا احل اسئله. وهتقسم اليوم نصين، النص الاول اللي انت تراجع فيه كل الشباتر اللي انت خدتها، والنص التاني تبدا ان انت تحل. ممكن تعمل طريقه تانية ان انت كل شابتر تراجعه مراجعه سريعه تبدا تحل اسئله عليه، بس الافضل واللي انا بفضله ان انت بعد ما تخلص مراجعه كله تبدا ان انت تحل اسئله على الكل، لان الامتحان بيكون على الكل، ما بيكونش مثلا على كل شابتر جايب لك 5 اسئله مثلا على كل شابتر وابدا حل، لا بيكون مدخل الشباتر كلها ببعضها عشان تكون مدرب نفسك. تمام، تعمل مراجعه سريعه بعدين تحل اسئله اللي الدكاتره منزلاها في الريفيجن، بينزلوا اسئله بتكون مهمه جدا، او الاسئله اللي الدكاتره كانت بتديها وقت المحاضرات سواء كنت بتحضر او ما بتحضرش، جيب الاسئله وحلها. بعدين جيب الامتحانات السنين اللي فاتت، في مذكرات بتكون منزلاها او في ناس بتبدا ان هي تبعتها على الجروب، امتحانات السنين اللي فاتت مثلا حوالي اخر 4 سنين او 3 سنين، ابدا ان انت حله لان في اسئله بتيجي بالارقام وفي اسئله لو مش بالارقام بتكون بنفس الفكره. طب احنا قلنا ان في ماده هنبدا نقسمها على اسبوع الميد ترم، ازاي؟ دلوقتي ان انت عندك ماده مثلا هي اخر ماده او هي الماده اللي قبل الاخيره، احنا قلنا نبدا بالمواد اللي في الاول وبعدين المواد اللي هي في الاخر قلنا ممكن لو احنا مش مظبطينها نقسمها على الاسبوع. كل يوم انت مثلا عندك امتحان الصبح ذاكر الماده بتاعته، خد جزء بسيط من الماده اللي انت عليك، هيكون انت ضاغط نفسك شويه بس هتعمل ايه عشان تلم كل اللي عليك وتدخل لاخر الماده تكون الماده متظبطه، ما تكونش الماده ضايعه معاك. معلومه مهمه لازم تكونوا عارفينها ان ساعه الامتحانات اللي هي بتكون مثلا ماس او الاكاونتنج او الايكونوميك اللي هي محتاجه حسابات لازم تحلوا بايديكم مره واثنين وثلاثه. طب انا مثلا لو انت لسه اول مره تذاكر الماده ابدا بقى اسمع لها ريكورد، لان انت ممكن ما تفهمش اول مذكرات او من ماتيريال الدكتور غير لما تسمع، فدي اللي محتاجه ان انت تبذل فيها مجهود شويه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، حبيت ان انا اقول لكم على اهم الستبس اللي انتوا تتبعوها اثناء الميد ترم وبرده هتفيدكم كمان ساعه الفاينل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير عشان غيركم يستفيد، واستنوا الفيديو الجاي. لو عندكم اي اسئله اكتبوها في الكومنتس.